قناة منوعات منى البشبيشي بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي واصدقائي واحبائي ومتابعيني في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بالكاستر بطريقة سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. يلا نشوف مكوناتنا ايه هي وهنعملها ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنجيب الكنافه. طبعا الكنافه لو انت جايباها قبلها بيوم وهتحطيها في الفريزر هيبقى التقطيع اسهل لك بكتير من اللي انا هعمله دلوقتي دوت، لكن انا عشان كنت لسه جايباها طازه فقطعتها برده، هي كويسه ما فيهاش حاجه، بس زي ما قلت لك لو في الفريزر هتبقى افضل بكتير. وهنا كنت بوريكي حاجات الكاستر والسمنه والصينيه اللي انا هشتغل فيها. هاجي بقى اقسم. طبعا الكميه انا جايبه كيلو كنافه، فانا الكميه عشان خاطر كبيره فانا فضيت شويه في الصينيه عشان اقلب السمنه، عشان خاطر انا عايزه اشرب السمنه في الكنافه وتبقى الكنافه مليانه سمنه كده وحلوه. فانا عشان خاطر البوله كانت صغيره فانا حطيتها في حاجه اكبر. السمنه هي مع الكنافه زي ما انتوا شفتوها كده بالظبط. هنيجي بقى نعمل الكاستر بتاعنا. انا هعمل كيسين عشان الصينيه اللي انا هعملها كبيره، فكيس واحد هيبقى قليل، فانا عملت كيسين وحطيت عليهم كيسين لبن. انا كنت جايبه لبن بخيره، لو في لبن بلدي هيبقى احسن، بس انا ما كانش متاح عندي بلدي فعملت ببخيره. احط الكيسين الكاستر زي ما انتوا شايفين كده في كوبايه او في اي حاجه غويطه شويه، وهحط عليهم حوالي كوبايه لبن عشان خاطر ندوبهم فيها. هكون بقى انا بقيه اللبن اللي هو الكيس والنص اللي كانوا فاضلين هحطهم في حله كده زي ما انتوا شايفين عشان خاطر هغليه، وهحط اهو انا حطيت الكيس كامل وحطيت النص اهو دلوقتي اللي فاضل عشان خاطر تبقى الكميه بتاعتي كامله. استخدمت قد ايه؟ استخدمت كيسين لبن بخيره اللي هو حوالي كيلو لبن، وهحط عليها السكر بتاعك هيبقى حسب التحليه، حسب اللي انت عايزاه. في حاجه انت ممكن تحبيها محليه قوي، وفي حاجات لا. الكاستر بتاعك طبعا الطعم اللي انت تحبيه اعمليه. انا هنا عملت نفس التفاصيل اللي مكتوبه على الكيس، اللي انا هحط على كل كيس 4 معالق سكر. طبعا لو عايزه تقللي السكر عن كده قللي، بس زي ما انا قلت لكم قبل كده كذا مره احنا بنحب الحاجه مسكره شويه. هقعد اقلب فيه لغايه ما يغلي اللبن، يغلى عندي او يسخن، بس يطلع فقاقيع كده عشان احط بقى الكاستر اللي انا مدوباه في الكوبايه او في المج. مدوباه طبعا تدوبيه كويس جدا عشان ما يكلكعش منك. طبعا هتستخدمي المضرب اليدوي دوت افضل لك عشان خاطر ما يكلكعش. انا هفضل اقلب كده لغايه ما ادوب السكر بتاعي واللبن يغلي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اللبن سخن اهوت وكويس. هاجي بقى اكون محضره الكاستر بتاعي اللي انا مدوباه عشان احطه على اللبن. تمام اهوت انا ده دوبته كويس زي ما قلت لكم. هفضيه، وانا بفضيه بقلب بالمضرب اليدوي عشان ما يكلكعش زي ما قلت لكم. هقعد اقلب لغايه ما هلاقي الكاستر بتاعي ابتدى يتقل واحده واحده لغايه ما ياخد السمك اللي انا عايزاه، هو دوت اللي انا هفضيه على الكنافه بتاعتي. هقعد اقلب بقى، اقلب زي ما انا كده لغايه ما الاقي الكاستر زي ما قلت لكم تقل. طبعا النار هتكون نار متوسطه او واطيه عشان خاطر ما يكلكعش مني، لان الكاستر بيلم بسرعه زي المهلبيه كده، فممكن يكلكع منك بكل سهوله لو انت معليه النار. فالنار يستحسن تكون نار واطيه، ونقلب زي ما احنا شايفين كده. انا بقلب ازاي؟ هنقلب بنفس الطريقه كده عشان خاطر ما يكلكعش مني. اهو بصوا ابتدى يتقل اهوت معانا. هفضل اقلب اهو، بصوا شايفين التقل ازاي. هفضل اقلب لغايه ما ياخد السمك اللي انا عايزاه، هو بعد كده هطفيه. تمام اهو ابتدى يتقل اهو، بصوا ما شاء الله. وكانت الكميه كتيره، حتى انا لما حطيت الكاستر على الكنافه واحنا بناكلها كانت الكميه كبيره، قلنا يا ريتنا ما كنا حطيناها كلها. يعني الكميه ديت ممكن تحطي تشيلي ربعها كده. بصوا السمك ده كويس جدا هو ده. وكده هنطفي بقى النار ونرجع للكنافه بتاعتنا تاني. هنكون دهنه الصينيه بتاعتي بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده، وهحط نص كميه الكنافه من تحت عشان خاطر هعمل نص من فوق ونص من تحت. هحط الكنافه واوزعها كده في الصينيه زي ما انتوا شايفين عشان خاطر عايزين نفس الكميه اللي تحت هي اللي فوق، ما يبقاش جزء رقيق او جزء تخين. تمام هحط. وطبعا وانا بحط كده هفضل اضغط عليها عشان خاطر انا مش عايزاها هشه، انا عايزاها مضغوطه عشان ما تفكش مني بعد كده. تمام
طبعا انا بزق بايدي كده. هجيب صينيه دلوقتي اصغر اهيت وهحطها على الكنافه واضغط بيها. لو عندك اللي هي الهراس بتاع البطاطس هيبقى حلو قوي عليها. طبعا بعد ما ضغطت عليها كده اهي بصوا متساويه وما شاء الله حلوه ازاي. هحط بقى الكاستر بتاعي زي ما قلت لكم. الكاستر دوت ممكن تشيلي ربعه لان الكميه كانت ما شاء الله حلوه جدا، فممكن تقللي عن كده شويه. انا حطيت الكميه كلها. كان فاضل حبه صغيرين خالص حوالي معلقتين. انت ممكن تزودي عن كده شويه تسيبيها في الحله تستخدميها في حاجه تانية. اهو هحط بقى بقيه الكنافه. طبعا هوزعها، هضغط عليها برضو بس مش نفس الضغطه اللي انا ضغطت عليها من تحت. يعني الكنافه اللي من تحت ما كانش فيها حشو فانا ضغطت براحتي وحطيت الصينيه التانية عشان اضغط واسويها. لكن طبعا من فوق هنضغط زي ما انتم شايفين كده بالراحه عشان خاطر الكاستر بتاعي ما يطلعش من الجناب. خلاص دولت فاضلين هحمرهم انا بقى كده على جنب. دول هحطها في الفرن وارجع لكم. وده شكل الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. بصوا ما شاء الله انا ما ولعتش الشوايه عشان انا حاطه لها سمنه كويس. هي اتحمرت من فوق. انا حطيتها في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 درجه الحراره المتوسطه وكانت كويسه. عندي ده الشربات بقى. طبعا هي بتبقى طالعه سخنه، الشربات يكون بارد ما يكونش سخن. تمام. هنوزع الشربات. انا هنا برضو زودت الشربات. انت الشربات ممكن تقلليه عن كده عشان خاطر ما يبقاش ما تبقاش الكنافه بتاعتك مسكره قوي. انا بزود زي ما قلت لكم احنا بنحب الحاجه مسكره، فانت بتعمليه ازاي في حته السكر قللي السكر شويه لو انت ما بتحبيش السكر كتير. تمام. حطيت اهوت الشربات. بوزع الشربات على الكنافه بتاعتي كلها عشان خاطر هبتدي تهدى شويه وتبرد وهقطعها. طبعا ممكن تغطيها عشان خاطر لو انت عايزاها طريه متبقاش ناشفه من فوق تغطيها باي حاجه عشان خاطر تبقى طريه. انا بحاول اوزع الشربات بتاعي كمان من تحت. ادي الكنافه اهي بوريها لكم من قريب. بصوا شكلها عامل ازاي والشربات مغرقها ما شاء الله. كانت تحفه والله العظيم. يا ريت تجربوها لو عجبتكم. تمام. هاجي بقى اقطعها. انا هجيب السكينه واقطعها. التقطيع ده بتاعك انت، قطعيها بالطريقه اللي تعجبك والطريقه اللي تناسبك. هقطعها انا مربعات عاديه، لكن لو انت عايزه تقطعيها بطريقه تانية دي براحتك انت بقى، كل واحد ومزاجه. وادي الكنافه بتاعتي بعد ما قطعتها كده. الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. ولو في اي تعليق على اي حاجه في الفيديو عرفها لي وانا معاكي في اي اسئله تساليها. يا ريت بقى ما تنسونوش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. زي ما شفنا عملنا الكنافه بطريقه سهله جدا وبسيطه ازاي. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم ويا رب فيديوهاتنا كلها تكون بتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. باي باي.